حل أسئلة الدرس الثالث تالتة ثانوي تاريخ من كتاب الامتحان. خليكم معايا. السلام عليكم حبايبي طلبة وطالبات تالتة ثانوي، أهلا بيكم. معاكم مستر أحمد حسن على قناتكم مملكة المؤرخاتي. إن شاء الله النهاردة هنستكمل مع بعض رحلة تاريخ تالتة ثانوي، والنهاردة حل أسئلة الدرس الثالث في الفصل الأول تاريخ تالتة ثانوي. مهم جدا جدا قبل ما نخش نتفرج على حل الأسئلة إن احنا نكون دربنا نفسنا وحلينا الأسئلة بنفسنا. احنا بس بنخش نشوف الفيديو بتاع حل الأسئلة عشان نتأكد من الحل بتاعنا. وكمان كده كده يا مستر، ما كده كده كتاب الامتحان منزل الإجابة، بس بينزل الإجابة بدون تعليل. احنا بنحل السؤال او انا بحل السؤال معاكم، وكمان بنشوف سبب اختيار الإجابة دي ايه، وبنشرح جزء كده منها او بنشرح كل سؤال عشان يكون بمثابة مش حل أسئلة بس، ولكن مراجعة شاملة على الدرس بتاعنا. مهم جدا برضو لو بتستفيد تعمل سبسكرايب في القناة علشان يوصلك إشعار كل ما ننزل حصة. مهم جدا تتابع، لأن أنا قلت قبل كده وهفضل أقولها مرارا وتكرارا، الأونلاين على الرغم من أنه شيء إيجابي جدا إلا أنه أنت رقيب على نفسك، خصوصا على اليوتيوب. أنت رقيب على نفسك، محدش هيقولك أنت ذاكرت إيه ومذاكرتش إيه، مفيش مدرس بيجري وراك، مفيش مدرس بيعمل لك امتحان. انت رقيب على نفسك، فاتق الله في نفسك واتق الله في نفسك علشان ان شاء الله توصل بنتيجة في الاخر تفرحك وتفرح اهلك وتجبر خاطرك وتجبر خاطر اهلك فيك. طيب تعالوا نبدأ كده بالسؤال الاول ونشوف. 1. الخداع السياسي يهدف الى كسب الوقت لتحقيق اهداف اخرى خفية. قام نابليون بتطبيق مضمون ما تعبر عنه العبارة السابقة من خلال إنشاء المجمع العلمي، ولا تأسيس الديوان العام، ولا إجراء علاقات مع السودان، ولا إجراء تعديلات على نظام القضاء. طيب تعالوا نحلل الجملة كده. بيقول الخداع السياسي يهدف إلى كسب الوقت لتحقيق أهداف أخرى خفية. طيب هل نابليون لما أنشأ المجمع العلمي كان ليه أهداف خفية؟ لا، يعني مجمع علمي ربط سياسة بعلم، مفيش أهداف خفية. تأسيس الديوان العام ممكن، لأن هو كده كده أصلا نابليون لما فكر يعمل الدواوين وينقل السلطة للطبقة الوسطى ما كانش الهدف سواد عيوننا. زي ما قلت، كان الهدف هو إنه يعرف ما يدور في أذهان المصريين من صفوة المجتمع اللي هم المشايخ والعلماء وغيره. فممكن به. جيم إجراء علاقات مع السودان، لأ. دال إجراء تعديلات في نظام القضاء، برضو دي ما كانش ليها أهداف خفية. الأهداف الخفية كلها كانت من تأسيس الديوان العام عشان يعرف ما يدور في أذهان المصريين. 2. اتجه بعض المؤرخين لتوجيه النقد إلى الدواوين التي تم تأسيسها في مصر أثناء الوجود الفرنسي، ومع ذلك يمكن أن يحسب لها، يعني حاجة إيجابية بقى للدواوين. تمكين الطبقة الوسطى من الوصول للحكم ما حصلش، ده هي كانت استشارية صورية لا سلطة لها. دراسة أحوال المجتمع المصري برضو لأ، يعني هو ما يحسبش ليها أنها درست أحوال المجتمع المصري. تغيير الطبيعة السياسية للمصريين، ولا النجاح في تطوير قوة مصر الذاتية؟ الإجابة طبعا هتبقى جيم، تغيير الطبيعة السياسية للمصريين، لأن احنا قلنا هي لفتت الدواوين، لفتت أنظار المصريين على انهم يشاركوا في الحكم بعد ما كانوا متعودين على الحكم المطلق المستبد من العثمانيين او غير العثمانيين. اصبح هم دلوقتي ليهم دور وبيشاركوا حتى لو مشاركة وهمية، لكن هو اتعلم ان هو المفروض يكون ليه رأي يعني. طيب رقم 3 بيقول لي ذكر الرافعي في كتابه الحملة الفرنسية أن سياسة الاستعمار متشابهة مهما تغيرت الفترة الزمنية، لأنه كلما حاول إخفاء حقيقته والتظاهر أمام الجميع بالحمل الوديع، نجد أن ما يقوم بإخفائه تكشفه أفعاله. يعني كلهم شبه بعض، مهما يبان قدامك ملاك
لا دي مش حقيقة. جاء التعبير عن مضمون العبارة السابقة أثناء الحملة الفرنسية على مصر من خلال إنشاء المحاجر الصحية في مناطق محدودة بمصر. لا، هو بيقول لي يعني لا، أفعاله بتكشفه، فالمحاجر دي حاجة كويسة. طيب، علاقات نابليون مع شريف مكة بالسياسات التفاهم بينه وبين شريف مكة برضو لا. توجهات القائد الثالث للحملة الفرنسية في الصناعة اللي هو مينو لما كان مش عايز يخلي المصريين يشتغلوا في المصانع اللي هو أنشأها عشان عدم تسرب أسرار الصناعة الفرنسية، ممكن قوي، لأن هو كده فعله ده بيكشف نيته. إنه لو أنت فاكر بقى إن أنت جاي تخلي المصريين أحسن زي ما نابليون قال في المنشور بتاعه، ده مش حقيقي، أنت أناني، هو مش عايز تعرفني حاجة. قيام علماء الحملة بتأليف كتاب وصف مصر لأ، يبقى هي جيم توجهات القائد الثالث اللي هو مينو. بيقول يتضح من خلال دراستك لدواوين الأقاليم التي أسسها نابليون في مصر أنها دواوين الأقاليم، لكل ديوان في الأقاليم أو لكل ديوان إقليمي 7 أعضاء. أفادت الأهالي في تخفيف الضرائب؟ لا، هي كانت بتجمع من الأهالي الضرائب، ما قالش إن هي خففت. ذات قرارات ملزمة لقائد الحملة الفرنسية؟ مفيش أي ديوان ليه قرار ملزم، هي كانت استشارية فقط، وهمية. تشكلت من كافة عناصر المجتمع المصري، يعني كل العناصر كانوا فيها؟ لا، ده هو كان بيختار عناصر معينة. اختصت ببعض الأمور المالية والأمنية؟ دال. الأمور المالية كانت جمع الضرائب، والأمور الأمنية اللي هي كانت بتمنع المشاحنات بين القرى. يبقى الإجابة هي دال. 5. أي من العناصر المشاركة في تكوين الديوان العام كان لها تأثير سلبي على الحياة الاقتصادية قبل مجيء الحملة الفرنسية إلى مصر؟ عناصر شاركت في الديوان العام. طب مين اللي كان مشارك في الديوان العام؟ 3 من العلماء، طبعا كل الأعضاء بتاعة الدواوين كلها، ديوان القاهرة دواوين الأقاليم، زائد 9 أعضاء، 3 علماء و3 تجار و3 مشايخ قرى ورؤساء عربان اللي هم بتوع البدو. طيب هو بيقول لي بقى مين اللي كان ليه تأثير سلبي على الحياة الاقتصادية قبل ما الحملة الفرنسية تيجي؟ تجار ولا العلماء ولا مشايخ القرى ولا رؤساء العربان؟ طبعا رؤساء العربان، اللي هم كان البدو بقى، اللي هم إغارات بدو الصحراء على القوافل التجارية، وده كان طبعا ليه تأثير سلبي كبير على الاقتصاد في مصر وقت المماليك قبل ما الحملة الفرنسية تيجي. 6. ربطت الحملة الفرنسية تاريخ مصر القديم بالحديث. أول ما يقول لي تاريخ مصر القديم يبقى على طول تفتكر حجر رشيد، عن طريق الاستفادة من الكشوف الأثرية. حجر رشيد أثري، بس خلينا نكمل. الكشوف الجغرافية، ترجمة كتب التراث القديمة، لا. ربط السياسة بالعلم برضو لا، يبقى الكشوف الأثرية اللي هو حجر رشيد هي الإجابة الصح. طيب 7. يعد خروجا عن سمات المجتمع الشرقي إبان يعني أثناء الوجود الفرنسي في مصر بالعصر الحديث. خروجا عن سمات المجتمع الشرقي، مش احنا قلنا ان هم جم شفنا انماط للحياة احنا ما كناش متعودين عليها في المجتمع الشرقي. طيب مشاركة المصريين بالمجمع العلمي؟ ما شاركوش، كان فرنسيين بس. قبول المصريين لوجود محاكم للطوائف الأخرى؟ هو بيقول لي المجتمع الشرقي حاجة اجتماعية، لا. خروج أهالي الأقاليم للثورة على الفرنسيين؟ لا برضو. تقليد بعض المصريين لنمط المعيشة الفرنسية؟ صح، دال. تقليد اللي هو اللي احنا واحنا بنشرح قلنا عليها المحاكاة، بقينا بنقلدهم وبنقلد طريقة الحياة بتاعتهم، طريقة لبسهم، طريقة كلامهم، طريقة أكلهم، وهكذا. طيب رقم 8. حدد أي من العناصر التالية بالمجتمع المصري استفادت من إصلاح نابليون بمصر في مجال السياسة والقضاء. سياسة وقضاء. الطبقة الوسطى ولا العناصر التركية ولا حكام الأقاليم ولا طوائف الحرف؟ نمسكهم واحدة واحدة. طبعا هي الإجابة عند الطبقة الوسطى. طبعا كده في السياسة نابليون نقل السلطة للطبقة الوسطى، نقل وهمي بس نقل السلطة من الطبقة الوسطى. طب وبالنسبة للقضاء، ما هو العلماء أو القضاة المصريين من الطبقة الوسطى، فهو نقل لهم السلطة. طيب العناصر التركية، ده طير العناصر التركية خالص بعد حملته على الشام لما كان متضايق من الدولة العثمانية، مش حكام الأقاليم ولا طوائف الحرف. الإجابة هي الطبقة الوسطى. طيب 9. عمل نابليون على إقرار الأمن الاجتماعي في ربوع مصر من خلال الاستفادة من إيه؟ الأمن الاجتماعي منع المشاحنات بين القرى، دواوين الأقاليم، قولا واحدا الإجابة به. 10. تشابه دور الملتزم أثناء الحكم العثماني لمصر مع دور دواوين الأقاليم في عهد الحملة الفرنسية في
هو الملتزم كان بيعمل ايه؟ كان بيجمع ضرائب. طب ودواوين الاقاليم كانت بتمنع المشاحنات بين القرى وتنظر في المصالح والشكاوى وبتجمع الضرائب. الاتنين متشابهين في جمع الضرائب. طب جمع الضرائب ده ايه؟ المشاركة في السياسة؟ لا، دي مش سياسة. القيام بمهام في النواحي المالية ممكن. جمع ضرائب فلوس مال يبقى به. المساهمة في التنظيم الإداري؟ لا. المساعدة في حل المشكلات الاجتماعية؟ برضو لا. يبقى الإجابة هي القيام بمهام في النواحي المالية. 11. تمثلت الهيئة التي حلت محل المماليك كأحد هيئات الحكم إبان الحملة الفرنسية بمصر في الهيئة اللي حلت محل المماليك. سؤال: هو المماليك كانوا بيشتغلوا ايه وقت الدولة العثمانية؟ كانوا بيشتغلوا حكام للأقاليم، صح؟ طيب الديوان العام؟ لا. ديوان القاهرة؟ لا. دواوين الأقاليم؟ شكرا، هي دي الإجابة. ولا الحماية العسكرية؟ طبعا هي دواوين الأقاليم. جاءت بداية سياسة تمصير الوظائف خلال القرن ال18 على يد. تمصير الوظائف يعني ما كانتش مصرية وبقت مصرية. مين ايه السلطة اللي كانت في مصر ما كانتش مصرية ونابليون خلاها مصرية؟ هي سلطة القضاء. بعد ما رجع من حملته على الشام متعفرت من الدولة العثمانية، خلى القضاة المصريين بدل القضاة الأتراك. طيب جت على ايد مين بقى؟ نابليون هو اللي عمل الحملة على الشام، مش نيلسون ولا كليبر ولا مينو. 13. ارتبطت التغيرات التي قام بها صاحب الصورة المقابلة. مين يا عم؟ نابليون. ماشي. في آليات النظام القضائي المصري برغبته فيه. هو بيتكلم على القضاء اللي هو نقله من الأتراك زي ما قلنا في السؤال اللي فات للمصريين. تهدئة خواطر المصريين بعد إعدام السيد محمد كريم؟ لا. إنهاء الوجود الإداري للعناصر التركية في مصر؟ مش هو نقل من الأتراك للمصريين؟ ممكن دي. نكمل. بص أنا بعمل إيه؟ أنا بقرأ الأربع اختيارات. اوعى حد يتسرع وما يقراش الأربع اختيارات. ممكن يكون في إجابة تنفع وإجابة تنفع أكتر، إجابة أصح، فنخلي بالنا. واللعب بالألفاظ كمان. ج. تدريب المصريين على نظام الشورى وحكم أنفسهم. القضاء؟ لا. التخلص من مساوئ القضاة الأتراك والمماليك؟ ما كانش فيه قضاة مماليك، كانوا أتراك بس. يبقى الإجابة عندي هي إنهاء الوجود الإداري للعناصر التركية في مصر. 14. قام مينو بإعلاء سلطة القانون بمصر أثناء توليه قيادة الحملة الفرنسية، واتضح ذلك من خلال سلطة القانون. يعني هو بيتكلم عن قضاء، وأنا عارف إن مينو في القضاء عمل حاجتين: رفض مبدأ الدية وخلى القضاء هو اللي ليه الحكم، وهو كده رفع السلطة بتاعت المصريين أو سلطة القانون يعني. تاني حاجة نوع المحاكم للطوائف، هو ده اللي عمله في القضاء. خلاص أنا كده افتكرت قبل ما أحل السؤال مينو عمل إيه. أنزل بقى أشوف الاختيارات. إنشاء محكمة لكل طائفة؟ هل هو كده أعلى سلطة القانون إنه يعمل محكمة لكل طائفة؟ لا. نشر الأوامر والقرارات في جريدة باللغة العربية؟ ملهاش دعوة بالقضاء. رفض تطبيق مبدأ الدية ولا مشاركة الأعيان في شؤون الحكم بمصر؟ طبعا مشاركة الأعيان في شؤون الحكم بمصر برضو مش تبع القضاء. يبقى الإجابة هي رفض تطبيق مبدأ الدية، لأنه لما رفض تطبيق مبدأ الدية رجع الأمر كله لمين؟ للقضاء، فأصبح القضاء شأنه أكبر. القانون بقى هو المتحكم في المشاكل أو التقاضي اللي بيحصل، فهو كده رفع سلطة القانون. 15. أنهى نابليون آخر سلطة تربط مصر بدولة الخلافة أواخر القرن ال18 عقب. هو إيه آخر حاجة نابليون عملها نهى سلطة مصر بدولة الخلافة اللي هي الدولة العثمانية؟ إن خلى الأتراك مصريين بدل ما خلى المصريين قضاة بدلا من الأتراك، صح؟ طيب هو بيقول لي عقب، يعني بعد إيه؟ هل بعد دخول الفرنسيين مدينة القاهرة؟ لا. تحالف مراد بيك مع الحملة الفرنسية؟ لا. عودة الحملة الفرنسية من الشام؟ لأنه كان راجع غضبان من الدولة العثمانية فنهى وجودهم في مصر. فشل تنفيذ بنود معاهدة العريش، دي بتاعت كليبر مالناش دعوة بيها. يبقى الإجابة هي ج. عودة الحملة الفرنسية من الشام. 16. تدل مجهودات علماء الحملة الفرنسية بمصر في مجال الزراعة على رغبتهم في إيه؟ هو عمال يعمل مجهودات ويصلح الجسور ومشاريع الري والسدود ودراسة مجرى النيل وحديقة الجلب الثمار الفرنسية وأماكن لزراعة الغلات اللي فرنسا بتحتاجها. هو بيعمل كل ده ليه؟ ليدعم الاقتصاد الفرنسي؟ أكيد. خلينا نشوف الباقي. الوصول لمنابع النيل الحبشية، ولا النهوض بالاقتصاد المصري؟ حبايبي بيحبوا مصر قوي. ولا نقل الخبرات الفرنسية للمصريين؟ ده مين وده أكتر واحد مش عايز ينقل الخبرات. يبقى الإجابة هي دعم الاقتصاد الفرنسي، هو بيعمل كل ده من أجل مصلحته هو يعني. 17. استفاد الفرنسيون أثناء حملتهم على مصر من إنجازات المماليك؟ حلو السؤال ده.
نفضل نقلب كده وندور في دماغنا. بيقول لي استفاد الفرنسيون أثناء حملتهم على مصر من إنجازات المماليك في مجال إيه؟ زراعة، صناعة، تجارة، تعدين. طيب إيه إنجازات المماليك في الأربعة دول؟ الصناعة. عارفين ليه؟ لأن مينو أصلح الترسانة، أو الحملة الفرنسية عموما أصلحت الترسانة اللي كان عملها مراد بيك في الجيزة، ودي صناعة. بس هو ده كل ما يخص المماليك في الحتة دي. 18 اهتم مينو بإيحاء التجارة الخارجية لمصر من أجل، هو بيعمل تجارة خارجية لمصر من أجل إيه؟ اللي هو سياسات التفاهم اللي بدأها نابليون وكملها مينو، إنه يفتح أسواق جديدة في البحر الأحمر ويتحرك ناحية الجنوب. عايز فلوس. هو بيعمل فلوس ليه؟ هل تهديد مصالح إنجلترا التجارية؟ لا. الاستفادة العسكرية من دول الجوار ما كانش استفادة عسكرية، دي تجارة. دعم أحوال فرنسا الاقتصادية، فرنسا نفسها؟ لا. ليه؟ لأنه حتى لو قدر ينجح في التجارة بتاعته دي مش هيعرف يوصل حاجة لفرنسا. ليه؟ لأن البعبع إنجلترا واقفة عند سواحل البحر المتوسط. ولا دال دعم بقاء الحملة الفرنسية في مصر؟ طبعا هي دعم بقاء الحملة الفرنسية في مصر، لأن مفيش أي إمدادات بتوصل لها من فرنسا بسبب حصار الأسطول الإنجليزي لسواحل البحر المتوسط، فبالتالي هو كده بيدعم بقاء الحملة الفرنسية في مصر. طيب السؤال رقم 19 بيقول ظهرت توجهات مينو في تنشيط تجارة مصر الخارجية نحو الجنوب والشرق، ولا الشمال الشرقي والجنوب، ولا الشمال الشرقي والغرب، ولا الغرب والشمال؟ طيب تعالوا كده نشوف. ادي خريطة لمصر، او حاجة يعني شبه خريطة مصر، ماليش في الخرايط. طيب انا عارف ان الاسطول بتاع انجلترا موجود في الشمال، فكده اي اختيار فيه الشمال مش هنختاره. وعارف ان الدولة العثمانية موجودة فين؟ موجودة في بلاد الشام، فكده الشمال الشرقي مش داخل معانا. اي تجارة حابة تخرج من هنا تروح الشمال الشرقي مش هتعرف، او الشمال مش هتعرف. طيب هو بدأ يعمل تجارة واسواق جديدة مع مين؟ البحر الاحمر، سياسات التفاهم اللي كان عملها نابليون مع شريف مكة وجدة وينبع والكلام ده. وناحية الجنوب سنار ودارفور والحبشة. يبقى الشرق والجنوب. فين الإجابات يا عم؟ فين الاختيارات؟ الجنوب والشرق. ألف. شكرا جزيلا. اللي بعده، ارتبطت الإصلاحات الجذرية لنابليون في مجال القضاء المصري تدريب زعماء المصريين على مبدأ الشورى، ولا نشر العدل والأمان في مصر، ولا نتائج تحالفات الدولة العثمانية، ولا نشر مبادئ الثورة الفرنسية؟ طبعا الإجابة جيم، نتائج تحالفات الدولة العثمانية. أنا قلت رجع شايط ومتضايق من الدولة العثمانية لما تحالفت مع روسيا وإنجلترا ضده، فتخلص من آخر حاجة إدارية زي ما جالنا في السؤال من شوية، آخر حاجة إدارية للأتراك في مصر. 21 أراد نابليون من إنشاء دواوين الأقاليم بمصر تحقيق أهداف إيه؟ هي دواوين الأقاليم كانت بتعمل إيه؟ إحنا قلنا ثلاث حاجات يعني أهو: النظر في المصالح والشكاوى، وجمع الضرائب، ومنع المشاحنات. صح؟ حلو. علمية وعسكرية مفيش علم، مفيش عسكرية، مع السلامة. سياسية ودينية مفيش دين في الثلاث حاجات دول. ثقافية واجتماعية مفيش ثقافة. اقتصادية وسياسية هي دي الإجابة. اقتصادية بيجمع ضرائب، وسياسيا بيمنع المشاحنات، وده بيدعم بقاء الحملة في مصر. 22 دلت أحد إصلاحاته على اهتمامه بجميع الطوائف في مصر. مين اللي عمل محاكم للطوائف؟ مينو. نشوف الإجابة. ينطبق مضمون العبارة السابقة أثناء الحملة الفرنسية بمصر على مينو، نابليون، كليبر، نيلسون. مينو. شكرا يا مينو. 23 ظهرت أول تجارب الممارسة الديمقراطية للمصريين في أواخر القرن ال18 من خلال اختيار رئيس. ديوان القاهرة، ولا الديوان العام، ولا دواوين الأقاليم، ولا المجمع العلمي؟ طبعا هو الديوان العام، لأنه حصل بالاقتراع السري اختيار الشيخ عبد الله الشرقاوي أحد علماء الأزهر إن هو يبقى رئيس الديوان العام. بس خلي بالكو، هو لو كان جاب لي اختيار في السؤال حط اختيار من الأربعة دول وقال لي القضاء، كان هيلخبطني جدا، لأن اختيار القضاء كان بالانتخاب، فدي برضه ممارسة ديمقراطية. فيعني معلومة كده، هو ما جابهاش في الاختيارات، فيبقى عندي الديوان العام هو الإجابة الصح. 24 خالف نابليون الأساليب الاستعمارية المتعارف عليها في زمنه عندما قام بجلب مجموعة من العلماء والفنانين أثناء حملته على مصر. كان غير أي حملة، يعني جايب معاه علماء. نستنتج من مضمون العبارة السابقة رغبة نابليون في إيه؟
تقويم الجانب الإنساني للمصريين، انسى الجانب الإنساني ده محتل جاي يستغلك قد ما يقدر. الاستفادة من كل الثروات، يستغلك ممكن تمشي. إظهار مدى تقدم الفرنسيين، يعني هو جاي وقطع المشوار ده كله عشان يظهر مدى تقدم الفرنسيين، ما تقول كلام يتائل يا عم. إحكام السيطرة على المصريين عن طريق العلماء، لا. الإجابة هي ب، الاستفادة من كل الثروات. 25 سعى نابليون إلى نقل السلطة في مصر إلى الطبقة الوسطى من أجل. هو ليه بينقل السلطة في مصر إلى الطبقة الوسطى؟ احنا كنا قلنا عشان يتعرف على ما يدور في أذهان المصريين ويعرف يمرر القرارات بتاعته للشعب المصري عن طريق الصفوة اللي ليهم مكانة وسط الأهالي. طيب الاستفادة من خبرتهم الإدارية، حضرتك احنا صفر خبرة إدارية في مصر، احنا متعودين على الحكم المطلق، دولة عثمانية، مماليك هم اللي ماسكين كل حاجة. مساندتهم له في حروبه ضد العثمانيين، لا، الطبقة الوسطى مش هتساند. مساعدته على تنفيذ سياساته، مش احنا قلنا هيتعرف على ما يدور في أذهان المصريين، ده هيساعده. زائد انه هيمرر القوانين بتاعته والأوامر بتاعته عن طريقهم عشان هم ليهم مكانة والشعب بيقدرهم. ممكن جيم. دال الانتقام من المماليك والعثمانيين، لا مش انتقام، يبقى الإجابة هي جيم، مساعدته على تنفيذ سياساته. لاحظوا ان ما بعديش سؤال الا لما بقرأ الاربع اختيارات. انا ممكن اقول الاختيار على طول، اكيد انا عارفه، لكن وانت في الامتحان مهما كنت متأكد من اختيار معين اقرأ الاربعة، ده مهم جدا جدا جدا. 26 سعى مينو لإبعاد المصريين عن أصحاب الميول المعادية للفرنسيين من خلال. معلش، هو مينو كان بيسعى لإبعاد المصريين عن الميول المعادية عن طريق جريدة اللي كان عملها باللغة العربية، علشان عن طريق المجمع العلمي. نفتكر كده، المجمع العلمي ده كان ليه 2 جريدة لفرنسا، واحدة سياسية وواحدة اقتصادية علمية، وكان في جريدة واحدة بس باللغة العربية. الهدف بتاعها ايه؟ يقول بيها الأوامر ويحذر المصريين، الأوامر وتحذير، يحذر المصريين من ان هم يسمعوا لأصحاب الميول المعادية. إذا ده عن طريق الجرائد. طيب الجرائد دي إعلام سياسي؟ ممكن قوي. قمع وشدة؟ لا. قوة عسكرية؟ لا. تفاهم ومشاورات؟ لا. يبقى الإجابة هي ألف، الإعلام السياسي. 27 يدل مضمون الفقرة المقابلة على رغبة حكومة فرنسا في التأثير على المصريين أثناء حملتهم على مصر من خلال. طيب نشوف الفقرة المقابلة دي. هيأت حكومة الإدارة في فرنسا للحملة كل ما احتاجت إليه من آلات للطباعة. ماشي. فقد عهد نابليون إلى مونج باختيار المستشرقين والذين يحترفون فنون الطباعة العربية. وبيتكلم عن الطباعة بقى، هو بيقول لي بقى رغبة حكومة فرنسا في التأثير على المصريين أثناء حملتهم على مصر من خلال العمل على تقدم العلوم في مصر؟ لا. استخدام الدعاية والإعلام، دعم مكانة الأزهر، نشر العديد من الموسوعات العلمية. طبعا الإجابة هي استخدام الدعاية والإعلان، اللي هي الجرائد اللي اتعملت. طيب 28 معلش عندي دور برد قاتل فحقكم عليا، يعني الأصوات الغريبة اللي انتوا بتسمعوها دي وصوتي الغريب ده، معلش إن شاء الله خف بدري كده وما تسمعوش الحاجات دي تاني. 28 ساهمت إنجازات الحملة الفرنسية في مجال الصناعة إنجازات الحملة في الصناعة. الاستغناء عن الصناعات الأوروبية؟ ما حصلش. قلة الواردات من المواد الخام؟ ما حصلش. تدعيم قوات نابليون عسكريا؟ هنشوف. خدمة أهداف المجمع العلمي. طيب لو أنا هختار ديل، خدمة أهداف المجمع العلمي، هيكون السبب إيه؟ هو الصناعة صنعت إيه؟ صنعت مطابع وحروف للطباعة، صح؟ وإحنا عرفنا المجمع العلمي كان عامل جرائد وكان مهتم جدا بالمطابع، يبقى خدمة أهداف المجمع العلمي هي الإجابة. 29 تشابه المجمع العلمي مع الديوان العام خلال الحملة الفرنسية في بعض الخصائص، منها مجمع علمي وديوان عام. خلي بالكم، تقديم الرأي للسلطة التشريعية؟ لا. تلقي الآراء لنفع الأهالي؟ لا. ربط السياسة بالعلم ولا النظر في مصالح وشكاوى المصريين؟ خلينا نختار جيم، ربط السياسة بالعلم، وأقول لكم ليه. المجمع العلمي أصلا الهدف الرئيسي من إنشائه هو ربط السياسة بالعلم على غرار ما كان يدور في فرنسا. طب والديوان العام
ازاي هربط السياسة بالعلم؟ هو مش احنا قلنا الديوان العام بيتكون من كل أعضاء ديوان القاهرة ودواوين الأقاليم زائد 9 أعضاء عن كل مديرية؟ تلاتة علماء رأي علمي ربط السياسة بالعلم، و3 تجار، و3 من مشايخ القرى ورؤساء العربان، صح؟ يبقى الإجابة عندي هي ربط السياسة بالعلم، لأن كان في 3 علماء موجودين في الديوان العام عن كل مديرية. 30 برز يعني ظهر هدف المجمع العلمي الذي أقامه نابليون في دراسة المسائل الطبيعية في مصر من خلال محاولة شق قناة تربط بين البحر الأحمر والمتوسط، ممكن، وبيقول لي دراسة المسائل الطبيعية. إنشاء مطبعتين عربية فرنسية، لأ. إصدار مينو جريدة تصدر باللغة العربية، لأ. اكتشاف حجر رشيد، لأ برضه. يبقى المسائل الطبيعية هي محاولة شق قناة بين البحر الأحمر والمتوسط. 31 لقد كان المجمع العلمي بإنجازاته نافذة أطلت منها مصر على العالم. نستدل من مضمون تلك العبارة على العزلة التي كانت تعيش فيها مصر. نافذة أطلت منها مصر على العالم، يعني ما كناش نعرف حاجة عن العالم. ممكن دور المصريين في المجمع العلمي ما كانش لهم دور، الفرنسيين هم اللي كانوا عاملينه وهم كانوا أعضاء يعني. ولا تحقيق التغيير السياسي للمصريين؟ لا، برضو التغيير السياسي للمصريين كان عن طريق الدواوين، هم فكروا ان هم المفروض يكون لهم دور. عودة الريادة الثقافية لمصر مرة أخرى؟ لا، يبقى العزلة التي كانت تعيش فيها مصر. 32 دور تاني 2022 ده تم توثيق أحوال المجتمع المصري بعد نزول الحملة الفرنسية الأراضي المصرية من خلال. توثيق يعني كتابة أحوال المجتمع، اتكتب، تم تسجيل أحوال المجتمع المصري في إيه؟ إعلام منشور نابليون؟ لا. إنشاء الدواوين السياسية؟ لا. اكتشاف حجر رشيد؟ لا. رشيد؟ لا. كتاب وصف مصر هي الإجابة الصح طالما قال لي تم توثيق. مش احنا قلنا كتاب وصف مصر كان يعتبر موسوعة؟ 33 أحدثت الحملة الفرنسية على مصر تغييرا جذريا لحياة المصريين في مختلف الجوانب بسبب. الحملة الفرنسية أحدثت تغيير جذري لحياة المصريين في كل الجوانب. ليه؟ التفوق المادي والحضاري للغرب، ممكن هم كانوا أحسن في كل حاجة في التوقيت ده. فك علماء الحملة لرموز حجر رشيد؟ لا، هو فك علماء الحملة لرموز حجر رشيد عرفنا التاريخ القديم بس ما عملش تغيير جذري في المجتمع. تراجع دور الأزهر في مقاومة الحملة؟ لا. إشراك المصريين في دواوين الحكم؟ تغيير جذري لحياة المصريين في مختلف الجوانب، مش في السياسة بس. يبقى ده حصل بسبب ايه؟ التفوق المادي والحضاري للغرب، هم كانوا أحسن كتير. 34 تدل رغبة فرنسا في تنفيذ فكرة المشروع الموضح بالصورة المقابلة. ايه المشروع الموضح؟ قناة السويس، وان هو يعمل قناة تربط ما بين البحرين الأحمر والمتوسط. في أواخر القرن ال18 على فرنسا عايزة تنفذ المشروع ده. ليه؟ يدل على ايه يعني؟ خروج الحملة الفرنسية عن النطاق العسكري التقليدي، ممكن، ده بيعملوا انجازات علمية اهو. ولا حرص الفرنسيين على النهوض بالاقتصاد المصري؟ ولا الهوى؟ محاولة فرنسا اضعاف الدولة العثمانية؟ برضو لا. حرص فرنسا على ضرب التجارة الهولندية؟ اكيد مش هنرجع بقى اللي وصل ل 14. يبقى لي فيها الاجابة الصح خروج الحملة الفرنسية عن النطاق العسكري التقليدي. 35 هدف منه من اصدار جريدة باللغة العربية في مصر الى، وكان عايز يعمل حاجتين: ينشر الأوامر بتاعته ويحذر الناس. نشر الثقافة الفرنسية، ولا تغيير أحوال المجتمع المصري، ولا ربط العلم بالسياسة، ولا توطيد سلطته في مصر؟ طبعا ده هي الإجابة، لأنه هينشر الأوامر بتاعته وهيحذر المصريين من إن هم يستمعوا لأصحاب الميول المعادية اللي هم عايزين يعملوا أي مقاومة للحملة الفرنسية. 36 أكدت العلاقات التجارية لمصر مع بلاد البحر الأحمر أثناء الحملة الفرنسية على، ده في وقت مينو، عمق علاقتها مع جيرانها اللي هي مصر، ولا حرص الفرنسيين على دعم الصناعة، ولا إدراك الفرنسيين لأهمية البحر الأحمر، ولا جودة المصنوعات والمنسوجات المصرية. وبيقول لي علاقات تجارية لمصر مع بلاد البحر الأحمر. عمق علاقات مصر مع جيرانها؟ لا. حرص الفرنسيين على دعم الصناعة؟ لا. بيقول لي علاقات تجارية. إدراك الفرنسيين لأهمية البحر الأحمر؟ برضو لا. الإجابة هي جودة المصنوعات والمنسوجات المصرية. مش احنا قلنا الشيلان والحرير والمنتجات الصوفية والكلام ده كله، مش كل ده كان نسيج منسوجات مصرية؟ ده اللي هي الإجابة. 37 أنشأ أمينو محكمة لكل طائفة من الطوائف الموجودة في مصر من أجل إرساء مبادئ الثورة الفرنسية؟ ملهاش علاقة بمبادئ الثورة الفرنسية، محاكم. تحقيق مبدأ المواطنة؟
لا، هو مش جاي عشان سواد عيوننا. وفين المواطنة في انه يعمل محكمة لكل طائفة؟ دعم استقرار امور الحملة ولا الحصول على ثقة المصريين؟ هي جيم، دعم استقرار امور الحملة. ليه؟ لانه لما يعمل محكمة لكل طائفة هيقلل المشاكل وهيخلي مستقبل الحملة في مصر احسن. 38. افتقدت الدواوين التي انشئت بمصر في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي الى تعدد في اختصاصاتها والمهام المنوطة اليها؟ لا، دواوين الاقاليم كان لها اختصاصات كتير. اشراك ذوي المكانة المرموقة من المصريين؟ لا، برضو ما المكانة المرموقة من المصريين هم اللي كانوا يشاركوا فيها التجار والعلماء. التمتع بالسلطة المطلقة في اتخاذ القرارات، وما كانش فيه سلطة مطلقة في اتخاذ القرارات لأن ما كانش الأمر في إيدينا. الانصياع لأوامر نابليون بونابرت؟ برضو لا. التمتع، هو بيقول لي افتقدت الدواوين، يعني ما كانش موجود فيها إيه؟ ما كانش موجود فيها السلطة المطلقة، كله كان الرأي الأخير كان لقيادة الحملة الفرنسية مش لينا، كان كلها حاجات وهمية. طيب الأسئلة المقالية هنا هنقول بس كده ايه المفتاح الإجابة، لأن انتوا هتلاقوا الإجابة نصية موجودة في الكتاب معاكم. فهنا هنقول بس المفاتيح بتاعة الإجابة. حل العبارة التالية تاريخيا: استفاد المصريون من نتائج الإجراءات القضائية لنابليون؟ طبعا، لأنه خفف المصاريف بتاعة المتنازع عليه ل2%، ولأنه نقل السلطة القضائية من الأتراك للمصريين. دلل تاريخيا على صحة العبارة التالية: توجد علاقة تأثير بين الوجود الفرنسي ومظاهر الحياة الاجتماعية المصرية؟ طبعا، لأن احنا بدأنا نحاكي الحياة الاجتماعية بتاعتهم والأنماط اللي ما كانتش موجودة في المجتمع الشرقي. دل على صحة العبارة التالية: تبلورت مكانة الطبقة الوسطى في عهد الحملة الفرنسية؟ طبعا، ظهرت وبقت أحسن. الطبقة الوسطى اتنقل ليها السلطة، الطبقة الوسطى أصبح ليها وجود، الطبقة الوسطى بقت موجودة في الدواوين، الطبقة الوسطى بقوا قضاء. طبعا. حدد أوجه النقد للدواوين التي أنشأها نابليون في مصر؟ هي دواوين صورية استشارية لم تستمتع بالسلطة. حدد تقييمك لمشروع مينو لإصلاح الصناعة في مصر؟ طبعا تقييمي إنه مشروع كويس جدا، لكن يعيبه إيه؟ يعيبه إن هو ما كانش بيشرك المصريين وما كانوش عشان ما يعرفهمش الأسرار بتاعة الصناعة يعني الفرنسية. كسرت التجارة في عهد نابليون وكليبر، بينما عمل مينو على إحياء التجارة حيث استطاع أن يفتح أسواقا جديدة لمصر. في ضوء العبارة السابقة، ما مقترحاتك لكي تستفيد مصر المعاصرة من أفكار مينو لتنشيط تجارة مصر؟ هنا لازم أفتكر مينو عمل إيه. مينو فتح أسواق، يبقى لازم أقول مصر تفتح أسواق. مينو عمل علاقات تجارية قوية مع الدول اللي جنبنا، يبقى ممكن أقول علاقات تجارية، إنه يعمل علاقات تجارية، إنه يعمل تسويق للمنتجات، وهكذا. 7. حدد مدى مصداقية العبارة التالية: أحدثت الحملة الفرنسية تطورا واضحا في النظام الصحي شمل كل أنحاء مصر؟ لا، مش كل. ليه؟ القاهرة، اسكندرية، دمياط، رشيد. فين الصعيد؟ كانش فيه أي حاجة. بص أنا بقول شعر: القاهرة، اسكندرية، دمياط، رشيد. فين الصعيد؟ الله عليا. ما كانش في موجود في محاجر صحية في الصعيد، وعمل مستشفى عسكري ومحاجر صحية في القاهرة، اسكندرية، دمياط، رشيد. فين الصعيد؟ عجبتني قوي. 8. أيد صحة العبارة التالية تاريخيا: نجحت الحملة الفرنسية بمصر في ربط العلم بالاقتصاد. خلينا نروح هنا كده في حتة الاقتصاد دي عند الزراعة. عملوا حاجتين مهمين جدا في الزراعة. أول حاجة قاموا بدراسة مجرى النيل، وده علم. تاني حاجة عملوا تجارب عشان يحاولوا يزرعوا الغلات اللي فرنسا محتاجاها، اللي احنا قلنا عليها واحنا بنشرح كده في الدرس. لو ما شفتش المحاضرة بتاعة الحل بتاعة الشرح روح اتفرج عليها. البن وقصب السكر. فهم كده ربطوا العلم بالاقتصاد في مصر. ده كان السؤال الأخير، ودي كانت نهاية المحاضرة بتاعتنا. معلش لو في شيء من عدم التركيز النهاردة أو صوت غريب، معلش حقكم عليا. دور برد بس زي ما قلت صعب جدا. ان شاء الله اقابلكم المحاضره اللي جايه بقى في حل اسئله الفصل كامله، اللي هي بنك اسئله على الفصل الاول. حل الاسئله كلها بتحليلها بكل حاجه زي ما عملنا النهارده. بفكركم ان احنا محاضرتنا بتكون كل يوم جمعه وكل يوم ثلاث الساعه 7 مساء. شكرا جزيلا. كنت معاكم مستر احمد حسن على قناتكم مملكه المؤرخاتي. اللي ما عملش اشتراك للصفحه يعمل، واللي ما عملش لايك للفيديو يعمل علشان يوصل لاكبر عدد من الطلاب. شكرا جزيلا. سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.